ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل كرات الشوكولاتة من بواقي الكيك. سهلة ولذيذة، ومن بواقي الكيك اللي عندك مش هنرميه، هنعيد استخدامه تاني. اللي هي برضو ممكن نسميها الكيك بوكس أو كرات الشوكولاتة كده. تتحط ممكن ساعات في ستيكس كده للأولاد في أعياد الميلاد، بتتزوقيها بأي أشكال وأي حاجة متوفرة عندك في البيت. عندي هنا بواقي كيكة الشوكولاتة. طبعا لو عندك كيكة فانيليا اللي هي كيكة بيضة يعني عادي ما فيهاش أي مشكلة. عايزة تخليها زي ما هي بيضة براحتك، عايزة تخليها شوكولاتة زوديلها معلقة كاكاو خام. هبتدي أعجن كده الكيكة يا بإيدي يا إما عايزة تحطيها في محضرة الطعام، اللي يريحك. يعني هنا لقيتها سهلة معايا وطرية، فهبتدي أعجنها كلها بإيدي ونشوف هنعمل إيه بعد كده. الكيكة دي دلوقتي برضو طالعة ترند قوي، محلات الجاتوهات بتلاقيها عند معظم محلات الجاتوهات. بتتعمل برضو طرية كده، ممكن تبقى من بواقي الكيك، بواقي جاتوهات، على حسب يعني. هنا عشان نلم العجينة هحتاج مادة لينة، فأنا هنا يا إما عندك ممكن تحطي قشطة، يا إما ممكن تحطي زبدة ولبن. فأنا هنا أنا حطيت جزء صراحة كده وجزء كده، مكعبات الزبدة اللي احنا قطعناها قبل كده وعملناها في فيديو لوحدها. هبتدي أضيف كمان حبة لبن، طبعا مش هكتر اللبن لحد ما العجينة بتاعتي تمسك عشان ما اللبن ما يزيدش مني، وأنا اوريدي الكيكة اللي عندي قطع معينة يعني مش عندي كمية. هبتدي أقلب فيها كده لحد ما تشكل معايا عجينة أقدر أشكلها زي أي عجينة كده بعجنها. طبعا ما عندكيش قشطة استغني عن القشطة تماما وحطي لبن، ما عندكيش سمنة حطي برضو اللبن بس مش هتقول أي حاجة. مش هتفرق يعني في الوصفة ومش هتفرق في العجن، بس ممكن تديها القشطة طعم غني شوية، طعم دسم شوية، على حسب. بس طالما انت عندك الكيكة بتاعتك ما عندكيش غير لبن فهو هينفع جدا فيها. وهنا انا عجنتها لحد ما حسيت ان هي ممكن تشكل معايا اشكال اللي انا عايزاها، وتبقى كمان مش بتلزق ومش بتسيب اي اثر، فلقيتها كده خلاص. فمش هكمل اي ومش هحتاج اي لبن تاني. انا خدت يا دوبك مكملش نص كوباية او ربع كوباية لبن. هنا هبتدي اجيب اي شوكولاتة عندي خام، هسيحها على حمام مية دافي او في الميكروويف، وبس كده عشان اغطي بيها كرات الشوكولاتة اللي هنعملها. هنا هجيب العجينة بتاعتي وابتدي اشكلها الاشكال اللي انا عايزاها. وانا هنا جبت للحشوة بندق، وجبت كمان ممكن نوتيلا للحشوة. اي حاجة موجودة عندك، ممكن تحشيها سوداني، ممكن تحشيها نوتيلا بس، ممكن تحشيها سوداني بس. اي نوع حاجة عندك ممكن تحشيها بيها، وكمان ممكن ما تحشيهاش اي حاجة، بس كده تعملي هتبقى طرية ممكن للولاد ياكلوها. انا هعملها على شكل كرات كده. انتي عندك مثلا اي اشكال ممكن تقطعيها وتفرديها مثلا على ورق زبدة وتقطعيها باشكال قطعات البيتي فور، بقطعات البسكوت، اي حاجة موجودة عندك شكليها بايدك. انا هعملها النهاردة على شكل كرات.
كمان ممكن تعمليها اللي هي الكرات الصغيرة خالص دي اللي بنحط فيها الستيكس، بتبقى شبه المصاصة كده أو عصاية بتاعة المصاصة، بتبقى شكلها لذيذ قوي كده. كمان في المناسبات في ناس كمان بتعملها بتزينها بعجينة السكر وبتحط عليها خرز وحاجات اللي هي قابلة للأكل، يعني بتبقى برضو شكلها شيك قوي وجميلة، والولاد بيحبوا قوي الحاجات دي. هنا أنا خلصت الكمية بتاعتي كلها، لازم أدخلها الفريزر قبل ما أغطيها بالشوكولاتة عشان أقدر أتعامل معاها وما تتعجنش مني. بعد ما الكرات جمدت معايا خالص في الفريزر، هبتدي أجيب الشوكولاتة السايحة وأضيف عليها برضو أي مكسرات كده، من بره بتديها برضو كريسبي كده حلوة قوي. برضو ما عندكيش مش لازم، مفيش أي مشكلة. هقلبها كده وابتدي أغطي بيها كل الكرات اللي احنا عملناها. أما بنيجي نغطي بالشوكولاتة عندك كذا اختيار، ممكن تجيبي شبكة وتحتيها صينية وترصي عليها كل الكرات وتمشي عليها، تنزلي عليها بالصوص كده، تغرقيها بالصوص والزيادة كلها هتنزل من تحت الشبكة. يا إما مثلا هنا أنا عملت حطي شوكة في قلب الشوكولاتة السايحة وحطي فوقيها كورة الشوكولاتة وابتدي غطيها كلها بالشوكولاتة وبعدين صفيها وشيليها. يعني في كذا طريقة عشان تغطي صوص الشوكولاتة بالكرات الشوكولاتة أو الكيك بوبس، تغطيها بالشوكولاتة السايحة عشان تعمل طبقة خارجية كده واحنا بناكل. وطبعا بعد ما خلصنا الكمية كلها برضو هندخلها الفريزر تجمد شوية عشان نعرف ننقلها في أطباق التقديم. هنا أنا طلعتها في الورق بتاع الكب كيك الجاهز دوت. شكلها بيبقى شكلها شيك في التقديم، وابتدي تعالوا نفتحها ونشوفها من جوه عاملة ازاي، والحشو مطرح ما حشينا النوتيلا والمكسرات كان شكلها عامل ازاي.
وده كان شكلها من جوه اللي حشيناها بالنوتيلا وبالبندق. طعمها لذيذ ومختلفة، وكمان نستفيد أو نعمل إعادة تدوير للمكونات اللي عندنا، مش عايزين نرمي حاجة لأن الحاجة بقت أسعارها غالية فمش هنرمي حاجة. ده كان فيديو النهاردة عملنا مع بعض كرات الشوكولاتة المتغطية بالبندق والمحشية بندق ونوتيلا كمان، أو كيك بوبس زي ما متعودين. ينفع للأعياد والأعياد الميلاد، وينفع للأطفال، ممكن نحطه في ستيكس كده زي الكيك بوبس أو زي المصاصات. طبعا خلينا متفقين أي حلويات مش هناكل منها كتير عشان السكر، فما نيجي نعملها منعملش كميات عشان صحتنا برضو احنا محتاجين نحافظ عليها. لو عجبكم الفيديو بتاعنا النهاردة متنسوش تعملوا لايك وكومنت واشتراك وفعلوا الجرس هتوصلكوا كل فيديوهاتنا الجديدة. بحبكم وهتوحشوني والسلام عليكم.